ورحمة الله وبركاته. تحية لكل متابعيني الكرام، أهلا وسهلا في قناتكم التعليمية محمد علي علام. في هذه المحاضرة إن شاء الله هناخد بعض الكلمات المهمة جدا جدا. نشوف كده مع بعض، هنقرأ القطعة وناخد منها الكلمات. يعني مثلا لما أقول my name يعني اسمي، my name يعني اسمي طبعا my صفة ملكية adjective positive بتعود على المتكلم. يعني واحد لما يجي يتكلم عن نفسه فبيقول my name او my car سيارتي او my school مدرستي وكذلك. طيب عايز اقول مثلا سيارته يبقى his car، او اسمه his name. عايز اقول اسمها يبقى her name. عايز اقول اسمنا يبقى our name. طيب هنا my name يعني اسمي is يعني بيكون. my name اسمي بيكون. my name is بيكون. طبعا is بناء على قاعدة اسمها verb to be. طبعا انا شرحتها لحضراتكم قبل كده. تتكون من am و is و are. am بتاعت مع I، is تيجي مع he وشو it، are تيجي مع you وزي. يبقى هنا my name اسمي is بيكون. طبعا هنا my name بيحل محله الضمير it، عشان طبعا النيم ده ايه غير عاقل، فطبعا it بتيجي مع is او is بتيجي مع it. يبقى my name اسمي is بيكون ايه احمد. بيكون احمد اللي هو احمد. I live يعني انا اعيش او انا بسكن. with يعني مع. وكلمة with بتيجي ايضا بمعنى بي، تيجي بمعنى بي وتيجي بمعنى مع. my family يعني اسرتي، بعيش مع اسرتي. برافو عليكم. شوف الكلمة الاخرى، كلمة تانية ان يعني في سوهاج اللي هي بلد اسمها سوهاج، محافظة سوهاج. my mother يعني والدتي. مالها والدتي؟ my mother والدتي always يعني دائما. اسمها always، ما اسمهاش always، اسمها always يعني دائما. gets up يعني تستيقظ. طبعا هو الفيرب اسمه get up مش get up، بس تم اضافة حرف الاس عشان حرف الاس ده مهم جدا يا جماعة. هنا الام غير عاقل مش موجودة معانا، فبيحل محلها الضمير شي، ومع شي لابد ان يضاف للفيرب حرف الاس، ولذلك ما ينفعش اقول شي جيت، لا اقول شي جيتس. برضو هنا my mother gets وليست get، لان طبعا هنا الام بيحل محلها الضمير شي. برافو عليكم. طيب ناخد كلمة اخرى، كلمة تاني. she makes. هو بقى بيقول على والدته she makes. الفيرب اسمه make، لكن ما ينفعش اقول she make، لا احط اس، يبقى she makes يعني هي بتعمل او هي بتصنع. طيب بتصنع ايه بقى؟ breakfast اللي هو الفطار. breakfast يعني الفطار. وكلمة بريك لوحدها يعني يكسر او يحطم. كلمة بريك يعني يكسر او يحطم، او تأتي بمعنى استراحة. يبقى كلمة بريك لو كانت ناون بمعنى استراحة او هدنة بتساوي كلمة ريست، بتساوي كلمة ايه؟ ريست، بتساوي كلمة ريست. اما اذا كانت فيرب فهي بمعنى يكسر او يحطم او يدمر. طبعا بتساوي فيرب اسمه destroy،
فيرب اسمه destroy. destroy يعني يدمر، جاية من destruction. طبعا الاسم بتاعها destruction، الاسم destruction. destruction destruction يعني الدمار، يبقى الدمار نفسه اسمه distraction، اما الفيرب اسمه destroy. طيب شطار. ان شاء الله نحاول نحفظ هذه الكلمات اللي انا اديتها لحضراتكم. اترككم في حفظ الله وامنه، والى اللقاء في محاضرة اخرى. goodbye and I will see you again later.